مقطع لشاب اسمه يا سيدي جهاد المالكي، مش قصدي شاب، ايه ده، فتى. احنا في حتتنا نقول عليه عيل، ماشي. عنده كام سنه يا محترم؟ 11 سنه. بتقول كام سنه؟ بقول لك 11 سنه، صدق او لا تصدق. الولد ده جابوه في مسابقه في المملكه العربيه السعوديه ادامها الله واعزها، وكانوا بيمتحنوه في القران في حضور مين؟ سامعني؟ في حضور امام الحرم. جابوا الشيخ السديس من ضمن اللجنه اللي بتسمع وتراقب وتراجع. الولد ده عمل ايه؟ عمل اعجاز انا في حياتي والله ما شفته في حياتي. الولد بيقول الايه ويقول اللي قبليها بالمشقلب. طب الايه اللي قبليها اولها ايه؟ يقولوا اولها كذا. طب الايه اللي قبليها اولها ايه؟ اولها كذا. في سرعه خارقه لا يوجد حاسب آلي او كمبيوتر استطاع الحصول على درجات هذا الفتى. ليه؟ انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. ليه؟ لانهم ولاد ما تربوش على برامج الرقص، ما تربوش على برامج الهشك بشك، ما تربوش على ان ابنه يعمل فيديو كليب وعنده 9 سنين والبنت تظهر بلبس رقاصه وعندها 5 سنين و6 سنين. يا محترم، ناس ربت ولادها، ناس عاوزه اولادها يكمل. احنا عندنا منهم بالمناسبه بفضل الله الخير فيه وفي امتي ليوم القيامه. بس انا عاوز بس اثير غيرتكم قبل ما ندخل على شهر القران علشان تعرفوا مسؤوليتكم ايه. تعالوا بقى شوفوا الولد ده في القران بيعمل ايه الى هذا المقطع وتاملوا، وقبل ما تشوفوه تقولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الى هذا المقطع من فضلكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 62 من الآية التي بعدها الذين آمنوا التي بعدها لهم التي بعدها ولا يحزنون. التي بعدها التي بعدها هو الذي التي بعدها التي بعدها قل إن وما أنتم عليه بفاتنين. أي سورة؟ سورة الصافات. الآية اللي قبلها إلا عباد الله المخلصين. التي قبلها سبحان الله التي قبلها وجعلوا بينهم التي قبلها فاتوا بكتابكم التي قبلها أفلا تذكرون. وإليه تقلبون. بأي سورة؟ العنكبوت الآية 21. الآية اللي قبلها وسيروا التي قبلها أولم يروا التي قبلها وإن تكذبوا التي قبلها إنما تعبدون التي قبلها إبراهيم التي بعدها فأنجيناهم التي قبلها وقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي قبلها ولا يحملن التي أثقالهم. قبلها وقال الذين كفروا التي قبلها ولا يعلمن التي الله قبلها من الناس التي قبلها والذين آمنوا التي قبلها ومن الناس يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن التي بعدها سيحلفون التي بعدها يحلفون بالله التي لكم بعدها الأعراب ومن التي بعدها الأعراب ومن التي بعدها الأعراب التي بعدها ومن كم رقم؟ 101 سورة التوبة. التي بعدها وآخرون التي بعدها خذ من أموالهم التي بعدها أولم يروا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية الأولى من سورة الأنعام. اللي بعدها هو الذي اللي بعدها وهو الله اللي بعدها وما تأتيهم اللي بعدها قد كذبوا اللي أولم بعدها يروا التي بعدها نزلنا التي بعدها عليك كتابا التي بعدها لولا ولو التي بعدها جعلناه ولقد التي بعدها قل سيروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رقم 82. التي قبلها وكيف التي أخاف قبلها وحاجه التي قبلها إني وجهت التي قبلها فلما رأى التي قبلها فلما رأى التي فلما قبلها جن التي عليه قبلها وكذلك نري. الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عيال تدخل الجنه، هي دي التربيه. هتسالوا كلكم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. لا، ما هات لي كمبيوتر بالسرعه دي وبيعمل ده. هتقول لي كده بس؟ لا، ده اسمع، ده حافظ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود. ايه رايك؟ تحب تشوف الكلام ده بعينك؟ يلا يلا، عشان هي دي بقى برامج المواهب اللي نقدم فيها مواهب لاولادنا وشبابنا. خش كده يا مولانا على علم الحديث، اتفضل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ابي سعيد. سباب المسوق في أي كتاب؟ من رواه؟ في كتاب الإيمان الحديث 51 باب خوف المسلمين من أن يحبط عمله. لقنوا موتاكم. أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم باب في تلقين الميت لا إله إلا الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ حديث الخامس. تنكح المرأة لأربع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مقت الغني ظلم. أبي هريرة رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث النعمان بن بشير. اللي بعده أبي هريرة. اللي بعده كتاب الفرائض. أسامة ابن عباس. جابر. لا يرث المسلم الكافر. أسامة رضي الله عنه. الحرب خدعة. جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في كتاب الصيد. حديث من؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه. حديث أبي ثعلب الخشني. وحديث عدي بن حاتم. حديث سفيان بن أبي سفيان. وحديث حذيفة رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن مغفل. وحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه.